يا ترى اخد امتيازي في مستشفى الجامعه بتاعتنا ولا مستشفيات مديريه الصحه، ولا اخدها من قصيرها كده واخدها مستشفيات خاصه زي 57 357 والسعود الالماني؟ لو انت محتار ومش عارف او متردد تاخد امتيازك في انهي مستشفى، مش عارف حاجه عنها خالص، النهارده ان شاء الله هنقارن بين المستشفيات دي كلها من حيث اربع حاجات. هنقارن من حيث الجوده والكفاءه والمرتبات، واخيرا نظام الشفتات. باختصار كده هنتكلم ان شاء الله مع بعض عن كل ما يتعلق بسنه الامتياز. السلام عليكم شباب الامتياز، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في الفيديو الاول من سلسله فيديوهات الامتياز مع زياد. في السلسله دي باذن الله هنتكلم عن كل ما يتعلق بسنه الامتياز. كنت نازل على الانستجرام كده يعني اسكا بسال فيه الناس حابين تعرفوا ايه عن سنه الامتياز، ايه الحاجه اللي انتم متخوفين منها، او باختصار كده زي ما احنا شايفين قدامنا هنا الناس كاتبه ايه. ناس كتير حابه تعرف اسئله مثلا من نوعيه هل لو انا ما اشتغلتش قبل كده او انا زيرو في البراكتيكال هقدر ان انا اشتغل وهيكون بيرفكت في الامتياز؟ ويا ترى فلوس الامتياز بتتاخر ولا مش بتتاخر؟ يا ترى انا اخد الخاص احسن من الجامعه ولا ايه بالظبط؟ اسئله كتير جدا. خصوصا اكتر سؤال بيتسال، احنا بننزل كام يوم اصلا في الشيفت، او الامتياز بتاعنا بيكون عباره عن او نظام في ايه في الشيفتات، كمان شهاده انهي مستشفى اقوى من التانيه في السفر. فاطمن ما تقلقش، هنجاوب على كل الاسئله اللي بتدور في دماغك واللي انت اصلا لسه ما سالتهاش. بس قبل اي حاجه ما تنساش تعمل لايك الفيديو ده واشترك في القناه وتفعل زر الجرس. انا زياد الحصري بقدم محتوى خاص بالنيرسينج فيلد او بالمجال الطبي عموما، او بالتحديد مجال التمريض. فانا متاكد ان هيفوتك كتير لو انت ما تابعتنيش، فابعت فيديو لكل اصحابك. ويلا بينا نشوف الفيديو الاول. هنتكلم فيه مع بعض عن نختار نروح مستشفى الجامعه ولا مديريه الصحه ولا مستشفى زي السعود الالماني او العربي او المستشفيات الكبيره اللي باخد GCI. زي ما قلنا في بدايه الفيديو هنقارن ما بين المستشفيات دي كلها من حيث اربع حاجات: الجوده والكفاءه والمرتبات ونظام الشفتات. هنعرف اول حاجه مع بعض كده جوده يعني المستشفيات دي كلها. قبل ما نخش في المقارنه بتاعتنا كده عايز اديك نصيحه، او بالظبط نصيحتين. اول نصيحه او اول معلومه، هي مش نصيحه، اول معلومه: الامتياز ملوش اي علاقه نهائي بالتقدير بتاعك. لو انت جايب مقبول يبقى تخش امتيازك باذن الله، جيد جدا امتياز ايا كان، طالما انت عديت صافي او انت خلاص مش شايل اي حاجه يبقى تخش امتيازك. الامتياز ملوش ادنى علاقه خالص بانت جايب كام، عشان السؤال ده بيتسال كتير والناس مفكره ان هي هتتطوح بعيد. الكلام ده يا جماعه في التكليف مش في الامتياز. يبقى دي اول معلومه معانا. تاني معلومه انا عايز اقولها لك ان شاء الله، بيكون يعني في حاجه اسمها انترنشيب مانث، بيكون في شهر كده في الكليه. بص مش عايز اطول عليك، بس باختصار بيكون في ورقه كده انت بتكتب فيها رغباتك، ثلاث اربع رغبات. مثلا رقم واحد مستشفى جامعه اسيوط، مثلا مستشفى السعود الالماني 57، وهكذا. بتكتب رغبات وبتجي لك المستشفى يعني على حسب العجز هم محتاجين كام حد. فالموضوع اولا ملوش علاقه خالص بتقديرك، ثانيا انت بتكتب الرغبات بتاعتك عشان بس تكون واضحه كده. وقبل ما نخش في المقارنه بتاعتنا، معلش نسيت كده معلومه صغيره نعتبرها معلومه رقم 3: الكليات بتاعتكم لازم تكون متعاقده مع المستشفيات اللي احنا هنتكلم عنها. يعني مثلا ما ينفعش تكون انت وليكن على سبيل المثال في تمريض جامعه دمياط وعايز تروح السعود الالماني وكليتك مش متعاقده معاها، لا لازم تكون الكليه متعاقده. وعايز اقول لكم اطمنوا، يعني بنسبه فوق ال 95% من كليات التمريض اللي في مصر كلها متعاقده مع اكبر المستشفيات، فما تشيلش هم النقطه دي خالص. اول حاجه هنتكلم عنها في المقارنه بتاعتنا هي جوده المستشفى، يعني الجو العام في المستشفى، الاستاف، نظام الشفتات، شهاده المستشفى ان شاء الله بعد ما تخلص امتيازك. باختصار كده الجو العام او بيئه العمل في المستشفى دي. وطبعا دي مش محتاجه كلام، دي بيتفوق فيها المستشفيات الخاصه زي 57 والسعود الالماني والعربي ودار الفؤاد والحاجات اللي هي المعديه دي. المستشفيات دي كلها واخده شهاده اسمها GCI، يعني خضعت يعني تقييمات صارمه جدا تحت اشراف مؤسسات وهيئات عالميه. فانت بتتكلم في مستشفى واخده GCI، فمفيش فيها غلطه. طبيعي الاستاف فيها يكون بيرفكت، طبيعي الشغل فيها يكون يعني رقم واحد. انت هناك بتتعامل مع بيشنت، البيشنت ده ممكن يكون ابن وزير، ناس معظمهم مش مصريين اصلا البيشنت اللي بيكون في المستشفيات الكبيره دي. وطبعا يعني انا مش انا اللي هتكلم عن الاستاف في المستشفى، يعني معظم الاستاف في المستشفيات اللي زي دي بيكون اصلا مش مصريين، يعني ممكن وغالبا بيكون من اسيا، الفلبين، اندونيسيا، الحته دي كلها. هنا بقواعد وبنظام وبيوفر لك كل سبل الراحه، سواء انت بيشنت او انت من ستاف او كامتياز او انت اساسي هناك. نيجي نقارن كده الجوده في مستشفيات الصحه او الجامعه، الى حد ما بيكون الموضوع متقارب. زي ما احنا عارفين، زي المستشفى انت بتروحها جنب بيتك، اي مثلا مستشفى عام تخصصي اي مكان جنب بيتك، نفس النظام. ممكن يكون هناك عشان بيكون في ضغط شديد عليهم، ممكن يكون في نقص في الادوات بتاعتك. على سبيل المثال احنا ساعات بنشتغل من غير جلافز، المستشفى ما بيكونش فيها جلافز، ما بيكونش فيها مثلا نورمال سلاين، مفيش فيها ملح، او بنضطر نتعامل او بنخلي مثلا الريلاتيف بتوع الحالات هم اللي يشتروا من بره. ده طبيعي جدا واعتقد احنا بنشوفه كل يوم. هو في حاجه غريبه في النضاره، صح؟ يعني لو انتم متابعين
في حاجه ولا ايه؟ باينه. لو انتوا في حاجه اعملوا لايك. ده طبيعي جدا، وما تقلقش، انا وانت وكل اللي بيشوف الفيديو مصر كلها بتعرف تتعامل، وكلنا دخلنا المستشفيات دي كلها واتدربنا فيها خلال ال4 سنين بتوع الكليه، فالدنيا مش وحشه خالص، مفيش فيها اي مشكله. شهاده الامتياز بتكون اقوى لو انت واخد امتيازك من مستشفى خاصه او مستشفى الجامعه. مديريه الصحه بتكون اقل شويه سواء في السفر او في شغلك بعد كده، يعني مستشفيات الجامعه والخاص بيكونوا هم اقوى شويه في السي في بتاعك بعدين. تاني حاجه في وجه المقارنه هنتكلم عنه هو كفاءه التعليم. هتعلم فين اكتر، او ايه المكان اللي هيعلمني اكتر او هيكتسب فيه نوليدج او معلومات او هاند سكيلز اكتر من التاني. عايز اطمنك واقول لك ما تقلقش من اي حاجه، انت ان شاء الله باذن الله هتقدر انك تتعلم في الثلاث اماكن، سواء في صحه او في مستشفى جامعه او مستشفى خاصه. هتتعلم في كل حاجه، بس الفرق في الوقت اللي انت هتاخده عشان تقدر تتعلم او تكون بيرفكت في الحاجه اللي انت بتعملها. وهنا يتفوق فيها طبعا ورقم واحد مستشفى الجامعه بلا نقاش. بص احنا عايزين، يعني انا عايز اشيل الجزء بتاع مستشفى الصحه او مديريه الصحه، هو عادي ان الى حد ما متشابهه، بس مستشفى الجامعه متفوق في كل حاجه، يعني ده عشان بس نكون الواحد ما يتلخبطش بين الصحه او الجامعه. بس ايا كان بيتفوق فيها مستشفى الجامعه رقم واحد في التعليم. تاني حاجه المستشفيات الخاصه. طيب ليه انت بتكون بتعلم اكتر في مستشفى الجامعه؟ هي اسمها مستشفى جامعي او مستشفى تعليمي، فزميلك اللي في معهد فنون تمريض، اللي في كليه تمريض، اللي خريج طب بشري، اللي بيتدرب في كليه طب، اللي بيطلب في تمريض، انت مستشفى تعليمي بتلاقي ناس كده طلبه داخلين بيعملوا اوبزرفيشن او بيشوفوا الحاجه اللي بتعمل ازاي، البروسيجر. مش كده وبس، كمان بيكون في ضغط شغل رهيب وجبار. فالاجراء الواحد او البروسيجر الواحد انت ممكن في خلال نص ساعه لو انت في الاستقبال تشوف اكتر من 12 ولا 20 سحب اي بي جي قدامك. لكن في المستشفيات الخاصه مثلا الموضوع بيكون اقل الى حد ما. تلبس الجلافز بيكون اتيكيت كده او بالشيكه والسكينه زي ما احنا عارفين. لكن مستشفيات الجامعه او كده انت يعني يا باشا انت على طول اي بي جي على طول، سحب هنا كان هنا، فانت اكيد بتكون عارف الدنيا ماشيه ازاي. وخد بالك ده هيديك فرصه كويسه جدا انك تتعلم. هتشوف الاجراء مره واثنين وثلاثه وانت بعد كده تخش بايدك وتشوف الدنيا ماشيه ازاي، فانت هتتعلم. مش كده وبس، كمان المستشفيات الخاصه زي اللي هم اخدين الجي سي اي الموضوع فيها بيطول شويه. وليكن على سبيل المثال ده اوريدي بيحصل في معظم المستشفيات الخاصه، اول شهر في امتيازك انت مش بتتعامل مع بيشنت اصلا، انت بتاخد زي محاضرات كده تدريبيه بتتكلم عن فيشن كنترول اللي هي مكافحه العدوى، عن نظام المستشفى، الشفتات تتعامل ازاي ما تتعاملش ازاي. ومش بتخش البيشنت غير بعد شهر تدريب كامل لحد ما بيكون نظري، يعني انت بتتعلم نظري اول او اجراءات كده انت مش على الشاشات في اول شهر، في حين زمايلك اللي في مستشفى الجامعه اوريدي اتعاملوا مع بيشنت وصحوا وبقى بيرفكت في الحاجه. مش كده وبس، يعني بعد الشهر ده كمان في المستشفيات الخاصه انت بتخش كاوبزرفر مع التمريض الاساسي وهو بيعمل الاجراء لحد ما واحده واحده بعد شهر او اتنين او ايا كان، انا ما اعرفش مده قد ايه بالظبط، عايز اوصله لك كده قولا واحدا. مستشفى الجامعه انت هتتعلم فيها اكتر ان بيكون فيها ضغط وتاخد وقت اقل في التعليم. رقم 3 معانا هي مرتبات الامتياز. احنا بنقبض كام في الامتياز؟ المفروض على حسب البروتوكولات وعلى حسب القرار الوزاري او القرار الخاص بالامتياز احنا بنقبض كطلاب كليه التمريض في الامتياز 2500 جنيه. بس بعد الخصومات وبعد الحاجات البهارات اللي بيشيلوها مننا دول بتصفى على 2200 2300 وهكذا. بس هي مش ممكن تكون مشكله او مش مشكله، انت كده كده ان شاء الله مفيش فلوس هتروح عليك في امتيازك. بس بيتفوق هنا طبعا المستشفيات الخاصه، انت بتاخد مرتبك شهر بشهر، نهايه كل شهر بتقبض الفيزا بتاعتك كل حاجه يا باشا، انت موظف في المستشفى. نفس الكلام ينطبق على مستشفى الجامعه او الصحه، بس وارد ان هي تتاخر شويه. يعني انا عن نفسي اول ما مرتب اقبضه في الامتياز بتاعي قبضته تقريبا بعد مرور 4 شهور من الامتياز، يعني 4 شهور قعدتهم في المستشفى من غير ما اخد جنيه. نفس الكلام ينطبق على مستشفيات الصحه، هو انت هتاخد فلوسك بس بتتاخر شويه او بين قوسين كده باثر رجعي. بس عايز اقول لك ما تقلقش، يعني انت كده كده هتقبضهم مش هيروحوا عليك، بس في الصحه او مستشفى الجامعه بيتاخروا شويه، لكن المستشفيات الخاصه زي ما قلنا طبعا اول باول كل شهر تاخد فلوسك. رابع حاجه نتكلم عنها في وجه المقارنه بتاعنا هي نظام الشفتات في المستشفيات، ودي بتكون according to the hospital policy على حسب السياسات بتاعه المستشفى. كل مستشفى بيكون له نظام معين في الشفتات وعدد الشفتات والساعات بتاعه الشفتات. بس عايز اقول لك على حسب لائحه الامتياز الموحده على كل طلاب او كل طلاب الامتياز الموجودين في كليه التمريض في مصر، انت المفروض يكون ليك حوالي 36 ساعه اسبوعيا او 144 ساعه في الشهر، دي شفتاتك. دي بقى بتتقسم على حسب كل مستشفى.
المستشفى. في مستشفيات ممكن تدي لك 24 ساعه، يعني تاخد شيفتات 24 ساعه، في تاخد 12، تاخد 6، على حسب المستشفى اللي انت فيه. بس على حسب المتعارف عليه في معظم المستشفيات بتاعه الصحه او الجامعه، اللي هم بتوع الغلابه اللي زينا كده، مش بتوع ايجيبت اللي هم المستشفيات الخاصه، فانت بتاخد 12 شيفت في الشهر. 12 شيفت ب 12 ساعه، يبقى مجموعهم كده 144 ساعه في الشهر. ال 12 دول بقى انت ممكن تاخدهم تقسمهم ستات. انت ممكن تكون مش فاهم الجزئيه دي كويس، بس انت هتفهم كل حاجه ان شاء الله اما تروح او تنزل المستشفى وتفهم النظام بيكون ماشي ازاي والروستر بيتحط ازاي. بس ده مش موضوع كلام لينا النهارده، ده ليه يعني شرح تاني وفيديو ان شاء الله هنتكلم عنه بعدين. بس اللي عايز اوصله لك، الناس اللي حابه تعرف بينزل كام يوم في الشهر، الاغلبيه بينزلوا 12 شيفت بس في الشهر. يبقى عندك 18 شيفت او 18 يوم في الشهر اجازه، تقدر بقى تشتغل فيهم برايفت عادي. تقدر مثلا لو انت مش حابب تشتغل تاخد اجازه براحتك اللي انت عايزه، ممكن تزود يعني مثلا 12 شيفت 12 ساعه، ممكن تاخد مثلا منهم 6 شيفتات منهم 6 ساعات. يبقى انت كده هتنزل 12 زائد 6 كام؟ 18، ويبقى لك 12 يوم اجازه. هو الحوار ممكن يكون رخم شويه عليك، بس انا اللي عايز اوصله لك ان مينيمم حد ادنى بتنزله 12 شيفت في الشهر. عايز اتكلم معاكم كده عن جزئيه الانضباط في المستشفى. طبيعي بتكسب فيها المستشفيات الخاصه. باشا انت عندك بصمه، انت حضور وانصراف، اتاخرت بيكون في اذونات، بتخصم مرتبك. يعني انت بتتعامل كمعامله الاستاف الاساسي في المستشفى. الكلام ده في جميع المستشفيات الخاصه. وموجود برضو في بعض المستشفيات الجامعيه. نظام البصمه ده موجود في بعض المستشفيات الجامعيه، ولا يعني في انا مثلا عندنا في دمياط في بعض المستشفيات بتوع مديريه الصحه الدنيا عندهم بالحب كده يعني. والناس اللي بتشوفني من دمياط عارفين الكلام ده اكيد يعني مثلا الناس حضور وانصراف ده بيكون بالحب كده، امضي لي يا فلان، انا ما جيتش النهارده وانا نايم في البيت، امضي لي. دي بتحصل ساعات، بس طبعا دي حاجه اكيد مش كويسه يعني. فالناس بيكونوا رايحين شويه بمستشفيات الصحه في بعض. انا مش بعمم عشان ما تقولش ان الدنيا كلها لا، الموضوع مش مفتوح على البحر كده. بس انا عايز اقوله لك ان المستشفيات الخاصه بيكون اكتر انضباط طبعا من المستشفيات، مستشفى الجامعه والمستشفى الحكومي. وبرده الكلام ده لا ينطبق على كله زي ما قلنا مع بعض، وبكرر المره المليون عشان عارف الناس ممكن تقول ايه. يبقى مستشفيات الجامعه فيها برده بصمه، بس مهما كان يعني الانضباط فيها مش هيكون بنفس الليفل بتاع المستشفيات الخاصه. طيب يا عم زياد، هل بعد كل الكلام ده كله واللي انت اتكلمت فيه ده افهم من كده ان المستشفيات الخاصه بتتفوق بفرق كبير عن المستشفيات الجامعيه او مديريات الصحه؟ لا، انا ما قلتش كده. ممكن المستشفى الخاصه بالنسبه لك انت تكون مناسبه ليك بس مش مناسبه ليا، مناسبه لغيري بس مناسبه ليا. عايز اوصله لك كل واحد على حسب ظروفه. طب بص، انا هنتكلم مع بعض كده يعني من اخ بيكلم اخواته. انا هكلمك باللي حصل معايا. انا كزياد قضيت امتيازي في مستشفى جامعي عادي جدا. عشان تكونوا عارفين برضو، انا ايام ما كنت لسه بختار المستشفى بتاعتي في الامتياز كان متاح اروح 57 او اي مستشفى خاصه، كان عادي جدا بالنسبه لي. بس انا ليه اخترت المستشفى جامعه؟ انا هبسطها لك وخد الموضوع ده قيسه انت على نفسك. انا واحد من دمياط هروح مثلا مستشفى 57 57 مرتب الامتياز كام؟ 2500 جنيه. تمام. طيب انا هصرف قد ايه مواصلات من دمياط للقاهره؟ حوالي 3 4 ساعات مواصلات. تمام. او المسافه 3 4 ساعات. اكيد هاجر سكن، هدفع خلو، هدفع ايجار كل شهر، اكل وشرب على حسابي. فالموضوع هيكون مكلف. فانا بصيت للمنظور ده، انا بصيت من الجزئيه دي، خصوصا انا كنت مرتبط بشغل كمان في المحافظه بتاعتي او في دمياط، فما اقدرش ان انا كنت اسيب محافظتي واخد امتيازي في مستشفى بره. انا مش جاي اقول لك ما تروحش مستشفى خاصه او ما تروحش 57 او الدار الفائده او الحاجات، لا انا ما بقولكش كده خالص. انا بقولك شوف اولوياتك. انت مرتب الامتياز هتصرفه في ايه؟ في 1 2 3. انت واحد مثلا ما بتفرقش معاك، او انت واحد مثلا برضه حسب كل واحد. في ناس ما بتستحملش الغربه، مش عايزه تقعد بعيد عن اهلها. البنات مش حابين يتغربوا. كل واحد ليه ظروفه وليه يعني نظامه. الناس من اسيوط هتروح القاهره تدفع كام؟ غير لو انت بقى كده حابب انك يعني تشتغل برايفت جنب المستشفى اللي انت فيها في القاهره، يعني انت برضه هتزود دخلك او تحسن دخلك، دي برضه حاجه ترجع لك. يبقى قولا واحدا كده، كل اللي اتكلمت فيه ده، او انت تخش مستشفى او تروح مستشفى خاصه او مستشفى الجامعه بتاعتك، فده حسب اولوياتك. شوف ظروفك، اتكلم مع اهلك. فانا ما اقدرش اقول لك روح هنا او ما تروحش هنا، لان القرار بتاعي ممكن يكون مش مناسب معاك ومناسب مع غيري ومناسب مع فلان. اللي عايز اوصله لك فكر كده وان شاء الله ربنا يوفقك لكل خير. اللي عايز اوصله لك في نهايه الفيديو ان شاء الله سواء انت خدت امتيازك في مستشفى خاص، في مستشفى الجامعه، مستشفى من مديريه الصحه، انت كده كده هتتعلم. هي سنه 12 شهر هتقضيها بحلوها وبمرها، وهتحب جدا المكان اللي انت فيه. ما بتفرقش انت هنا او هنا، رتب الموضوع بس وهتتعلم ان شاء الله
الله كل حاجه. انا كده كنت اتكلمت عن اغلب النقط اللي انتوا بتسالوا عنها، بس في الجزئيه بتاعه اختيار المستشفى الخاصه بالامتياز. لو انت برضو عندك اي استفسار محدش ينسى يعمل لي فولو على الانستجرام، برد على كل المسجات اللي بتجيلي، ابعتوا لي اي حاجه وان شاء الله هرد عليكم. بس كده الفيديو الاول من سلسله فيديوهات الامتياز مع زياد خلص. لو انتوا حابين او اكتبوا في الكومنتات حابين نتكلم عن ايه الفتره اللي جايه، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون او هنتكلم فيه باذن الله عن ايه افضل الاقسام اللي احنا هنكسب منها نولج كبيره جدا او ننزل ايه في الامتياز. فطبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده والاشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الفيديو الجاي اول ما ينزل باذن الله تكون انت اول واحد بتشوفه. وفي نهايه الفيديو طبعا عايز اقول لكم ان شاء الله باذن الله بدعمكم السلسله دي توصل لكل طلاب الامتياز في مصر، حاجه ما اتعملتش على يعني في تاريخ اليوتيوب خالص. حد هيتكلم باذن الله على الامتياز بالاسلوب ده ان شاء الله، مش عايز اقاطع، فخليكم متابعين كويس جدا الفتره اللي جايه في حاجات جامده جدا. فبس كده مش هطول عليكم، كان معاكم اخوكم زياد الحصري، شكرا.